اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. النهارده فيديو جديد، وصفه جديده من مطبخ عبير. النهارده وصفتنا سهله جدا وبسيطه، وطبعا الاهم من ده كله انها مش مكلفه. يعني ان شاء الله ب5 جنيه هتغدي البيت كله. النهارده زي ما انتم شايفين كده معانا الخبيزه دي من الحاجات الجميله جدا، مفيده جدا. يعني من زمن الزمن بقى، الناس اللي كانت ايام زمان كده بيحبوها وكانوا بيعملوها. طبعا الجيل الجديد ده طبعا يعني ايه واخد على الحاجات الجاهزه السريعه. فانا قلت ايه اعملها لكم النهارده، احنا بما اننا بقى ايه عايزين ندبر ونوفر، ان ايه العمليه مش ناقصه ايه مصاريف. طبعا زي ما انتم شايفين كده معانا ايه نص كيلو خبيزه، قطفناها زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده. اهي شايفين الخبيزه عامله ازاي. طبعا اما بتيجي تجيبي الخبيزه نقيها الورقه اللي هي بتبقى ناعمه، بلاش الخشنه طبعا بتشرق، ما بتبقاش حلوه خالص في الاكل. ونقي الوردات اللي ما تكونش كبيره قوي زي بالشكل ده كده. انا سبت لكم وحدتين اقطفهم معاكم، شايفين لونها جميل، واهم من ده كله يكون لونها اخضر عشان تفضل معاكي خضره وانت ايه بعد ما تطبخيها. هنقطفها كده بالشكل الجميل ده، ناخد ايه الورده اللي فوق بس كده بالشكل ده كده اهو. انا سبت بس وحدتين معاكم، قلت ايه انا لسه ما غسلتهاش طبعا اهي. بصي الوردات جميله وصغنطوطه ازاي. وطبعا معانا ايه في المقادير، معانا السلق اللي هو بتاع القلقاس، اللي هو بالشكل ده كده، هو شبه السبانخ. خلي بالك لان في ناس بايه يعني بيقولك ده سلق وهو سبانخ، خلي بالك من الموضوع ده. معانا طبعا السلق هنقطعه بالشكل الجميل ده. ومعانا طبعا ربطه كزبره، معانا راس توم كامله زي ما انتم شايفين كده، هناخد نصها في السليق. النهارده هنعملها ايه الخبيزه انا هسلقها، وان شاء الله حلقه تانية هعملها لكم اللي هي متخرطه زي الملوخيه بالظبط. بس انا ايه قلت اعمل لكم ايه اول حاجه ايه النهارده بالطريقه دي. طبعا معانا معلقتين رز على نص كيلو. معانا بقى البهارات بتاعتنا فلفل اسمر وكزبره وملح، بس مفيش اكتر من كده. طبعا معانا في المقادير شوربه، طبعا بقى مش هتفرق بقى شوربه لحمه شوربه فراخ شوربه وز، اللي موجود عندك اعملي بيه، حتى لو بمرق الدجاج برضو هتتعمل وهتبقى زي العسل ان شاء الله. وطبعا معانا ايه معلقه سمنه بلدي كده حلوه. اول حاجه هنعملها زي ما قلت لكم هنغسل الخبيزه وهنغسل السلق والكزبره، وبعدين نحطهم في مصفى يتصفوا كده، وشوف هنعمل بعد كده ايه. هنا بقى خلاص غسلنا الخبيزه زي ما انتم شايفين، والخضره بالشكل ده كده غسلناها غسله جامده جدا عشان بيبقى فيها طينه وكده. هننزل بايه هننزل بالخبيزه والخضره عليها عشان هنسلقها. هننزل بالشكل ده كده. طبعا كل ده هيهبط طبعا لما ايه الميه تسخن معانا بالشكل ده كده. وهننزل بميه عليها كوبايتين ميه كده اهوت. هي مش هتاخد معانا 10 دقايق ان شاء الله، يعني هي بتستوي بسرعه. يعني اول ما تلاقي الثوم معاكي استوى وتمسكي الورقه كده تلاقيها ايه يعني بقت عامله بتتهري في ايدك كده، يبقى كده استوت. هنحط بالشكل ده كده. طبعا زي ما قلت لكم هنحط ايه 3 فصوص ثوم، وهنخلي الباقي للطشه اللي احنا نعملها للخبيزه. هنحط بقى ايه هنشيل بقى الحاجات دي كده نوسع لنفسنا. وهننزل بايه بفصين ثوم كده ايه محترمين كده، ونكمل حبه ميه كده اهوت. وهنروح على البوتاجاز نعلق عليه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده الخبيزه بتاعتنا هبطت خالص وغليت اهي. طبعا جايبين حاجه تانية عشان دي اللي هنعمل فيها الخبيزه. جبنا الشوربه بتاعتنا وهننزل بالرز عشان نسويه جوه الشوربه على ما الخبيزه تستوي يكون الرز استوى. طبعا ممكن تعمليها بالفريك لو عندك فريك مفيش مشكله، بس انا ما عنديش فريك، فقلت الموجود في البيت احنا عايزين اكله اقتصاديه. شوربه زي ما انتم شايفين كده سمينه وجميله جدا. هنسيبه بقى يغلي الرز مع الشوربه لغايه ما يستوي، وبعد كده نشوف هنعمل مع الخبيزه بتاعتنا النهارده. زي ما انتم شايفين كده بنقلبها بالشكل ده كده زي ما قلت لكم 10 دقايق بالظبط ونطفي عليها.
بقى الخبزه بتاعتنا خلاص استوت تماما. غسيناها يعني حطينا ايدينا على الثوم، لقينا استوى كويس جدا، والورق استوى كويس معانا جدا زي ما انتم شايفين كده. هنسيبه بقى يهدى كده شويه خالص يعني، وبعد كده نضربه في في الخلاط، في كبه. لو عندك هاند بلندر اهم حاجه هنضربه ضربه خفيفه جدا. احنا مش عايزين يتفرم جامد، احنا عايزينه يعني مجرد بس يعني تكه بسيطه كده على الخلاط اهو. هتهدى معانا وبعد كده نضربها في الخلاط بتاعنا ونشوف هنعمل بعد كده خلاص بقى الخبزه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده هديت خالص اهيت. هنحطها بقى في الشفشق بتاعنا. اهم حاجه تسيبيها تهدى شويه عشان الشفشق بتاعنا ما يبص. هنحطها كده. طبعا لو عندك كنا زمان بنعملها بالمفراق، كانت بتبقى جميله جدا. بس طبعا بقى الايام بتتغير كده، والحاجات اللي احنا بنستخدمها طبعا بتتغير. بس هي موجود فعلا يعني، هو موجود لو رحتي في اي سوق كده هتلاقيه، اللي هو المفرغ بتاع الخبيز. جميل جدا برضو، بتعمل بالطريقه دي جميله جدا. بس احنا هنضربه زي ما قلت لكم ضربه واحده في الخلاط، لا اكتر ولا اقل كده اهو بالشكل ده كده. هنروح نضربها في الخلاط وبعد كده ارجع لكم تاني. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده ضربناها. هوريها لكم برضو عشان تبقوا عارفين سمكها يبقى عامل ازاي. تبقى مخرزه كده، يعني مش مفرومه قوي، تبقى يعني تبقى ناعمه، لا احنا عايزينها مخرزه زي ما انتم شايفين كده. هنروح بقى على البوتاجاز. طبعا الرز بتاعنا استوى. هنسقط الخبيزه على الشوربه. هنا بقى الشوربه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. الرز بتاعنا استوى. هننزل بالخبيزه بتاعتنا الجميله دي. مش قادره اقول لكم بقى بجد والله الريحه روعه روعه روعه. حصل خير. هننزل بالكميه بتاعتنا كلها بالشكل ده كده. ولادك لما بيحبوهاش هيحبوها بالطريقه دي، جربيها مش هتندمي. طريقه جميله جدا وسهله وبسيطه يعني، مش مكلفه. الاهم من ده كله انها مش مكلفه، لان الواحد والله بقى يمشي في السوق بيكلم نفسه من اسعار عاليه جدا. فالواحد بيبقى ماشي مش عارف هيجيب ايه بالظبط يعني بجد والله الله يكون في عون. يعني اللي عنده 3 عيال 4 عيال بجد والله الله يكون في عونه. هنقلب الخبزه بتاعتنا بالشكل ده كده. هتاخد غلوه وبعد كده نعمل لها الطشه بتاعتها الجميله. طبعا عايزين نظبط الملح بتاعها. هننزل بربع معلقه فلفل اسمر ونص معلقه ملح، لان الشوربه اصلا متهيئه فيها ملح. وهنقلب بالشكل ده كده اهوت. يا دوبك تاخد غلوتين وهنطفي عليها، لان الرز طبعا مستوي جواها اهو. روعه 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 الطعم، مش قادره اقول لكم بقى. تاخد غلوتين وبعد كده نعمل لها الطشه بتاعتها. طاسه على النار زي ما انتم شايفين كده. وهننزل معلقه زبده بلدي عشان نطعم الحاجه كده تبقى طعمها جميل، وحبه زيت صغيرين. طبعا فرمنا الثوم زي ما انتم شايفين كده بالكزبره في المفرمه. وهننزل على السمنه والزيت كده اهو. وهنقلب بقى. هي نفس طشه الثوم بتاعه الملوخيه. هنقلب بالشكل الجميل ده كده. الله الله الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بجد الريحه روعه جايبه لاخر الدنيا. هنحمر التومه بالشكل ده كده، بس اهم حاجه ما نحرقهاش عشان ما تمررش معانا. هنا بقى التومه بتاعتنا خلاص كده اتحمرت زي ما انتم شايفين كده. وهننزل بالشكل الجميل ده كده وشموا بقى الريحه. طبعا هنشيل معلقه كده من التوم عشان نحطها فوق الوش على الخبيز. قلبي بقى ودوقي بقى الجمال، بجد والله الجمال عدى الوصف. نقلب كده. احنا طفينا طبعا عليها عشان نحطها بقى في طبق التقديم. هنا بقى هنغرف الخبزه بتاعتنا الخطيره الجميله دي بالشكل ده كده.
وهاتي بقى ايه 3 4 ترغيفه كده ملدينين، واقعدي بقى ايه مزمزي مع الخبيزه الخطيره بتاعتنا دي. بجد والله جميله جميله وريحتها روعه ملهاش حل. بالشكل ده كده. وهننزل بالايه بحبه وحدتين الثوم فوق الوش بالشكل الجميل ده كده كده اهو. اكله شتويه جميله جدا تدفي في الشتاء بالشكل ده كده. شايفين الجمال بجد والله الجمال عدى الوصف. روعه روعه روعه. طبعا بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.